السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل الدومية أو الملبن الأحمر من حلويات المولد النبوي الشريف، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هتجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. بصوا بسم الله ما شاء الله، عمل الكمية قد ايه والشكل تحفة والطعم خرافة، اللهم بارك. وبمقادير سهلة وبسيطة واقتصادية جدا، وسهلة بطريقة رهيبة. المقادير معايا: كوباية ونص سكر، عليها كوباية ونص مية، وهنضيف معلقتين كبار عسل جلوكوز، بس هو المقطع اتقطع مني. ومعايا هنا نص كوباية نشا، عليها نص كوباية مية، وهدوب النشا كويس. اول ما تغلي معايا هنزل بالنشا كده بالمية على المزيج بتاعي، وبعد كده هقلبه كويس وهسيبه بقى على النار، هوطي عليه واسيبه بقى لحد ما يبقى خامته تقيلة معايا كده زي ما انتوا شايفين كده، يبقى ما بينزلش من المضرب. وبعد كده هضيف عليه معلقتين ونص جيلاتين مدوباهم في ربع كوباية مية، وهقلب بقى. هتلاقي الخليط خف معاكي، ما تخافيش خالص، هيرجع يتقل تاني، بس هتفضلي تقلبي فيه كده ما تسيبوش خالص. وبعد كده هنضيف معلقة فانيليا صغيرة، وهنفضل برضو نقلب. بصوا بيتقل ازاي، بسم الله ما شاء الله، لحد ما يتقل معاكي خالص كده. هتبتدي بقى تحطي له نقطتين تلاتة كده من اللون اختياري زي ما انت عايزة، يعني عايزة تعملي اللون خفيف اللون تقيل براحتك. وبعد كده انا ضفت له ده 8 كيلو سوداني خاص بالحلويات، بتجيبيه من المقلة. قلت له انا عايزة سوداني حلويات عشان ما تجيبيش حاجة مملحة. وهننزل كده السوداني عليه، وهنقلب بقى شوية كده لحد ما يستوي. هنعرف ازاي انه استوى لما تقلبي كده في الطاسة او في الحلة وتلاقيها بقت نضيفة كده، يبقى خلاص هو استوى. معايا بقى كده علبة فيها كيس من بتوع التلاجة، هدهنه كده رشة زيت، وهنزل بالخليط بتاعي فيه وهسيبه يبرد تماما بره التلاجة. وبعد كده بعد ما يبرد هدخله التلاجة لمدة ساعتين او 3، وبعد كده هطلعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا شكله حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وهقطعه بقى زي ما انا عايزة، قطع كبيرة قطع صغيرة زي ما انت عايزة قطعيه. مش عايزة اقول لكم بقى على الطعم خرافة. يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ويا ريت تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم. بصوا بسم الله ما شاء الله بتمط ازاي وما بتلزقش في الايد، وجميلة جدا، والف هنا وشفا. هفضل برضو في فيديوهاتي هقول الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت انضف واضمن كتير من اللي احنا بنجيبها من الشارع. وبسم الله ما شاء الله، وما اتكلفتش معايا حاجة خالص، بكوباية ونص سكر عملت كل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.